ذكريات المدرسة الجميلة اللي هي بتكون شخصيتنا دي حاجه الواحد عمره ما ينساها. انا في ثالثه ثانوي وقربت اخلص، بس في كام ذكرى كده في المدرسه ايام الابتدائيه ومش عارف ايه الواحد مش قادر ينساها. ايام صعبه عشتها في ابتدائي، بس حاجات برضو بتكون لك ذكريات وحاجات تخزنها كده عشان ان شاء الله لما تكبر تبدا بقى تحكيها يعني للدكتور النفساني بتاعك كده. اصل احنا مثلا اليوم الدراسي عندنا بيبتدي من الصبح بدري، لا بدري قوي زياده عن اللزوم. يعني مثلا لو صحينا متاخر ايه اللي هيجرى في البلد ما تعرفش، بس لازم تصحى بدري. وبدري دي بتتكون من مراحل كتيره، يعني بتبدا من ان انت بتبدا تشيل اللحاف من الشتاء الناعم الدافي، تبدا تفتح عينك يا باي. ده بالنسبه للصحيان بدري. بنخش احنا خلاص صحينا، بنخش بقى في حته السندوتشات. هي كانت بتختلف بصراحه من بيت لبيت واسره لاسره وشخصيه لشخصيه والكلام ده كله. اللي كان بيضايقني بس في موضوع الاكل ده الحاجات اللي مش ثابته معاك. يعني انت السندوتشات زي الكراريس والكتب والاقلام، بس ما بتاخدش معاك مثلا حته كيكه، ما بتاخدش معاك فاكهه زي الموزه، فدي حاجات مش ثابته معانا فبالطبع بتتنسي. فتلاقي مثلا الموزه متفعصه في كشكول العربي عامله موضوع تعبير لوحدها كده. ماما حضرت السندوتشات واحنا خلاص صحينا، في بقى بنروح نلبس لبس المدرسه. انا من صغري مش فاهم حته اليونيفورم دي. يعني هو مثلا عشان يعرفوا الطلاب اللي في المدرسه، بدل ما يسالوا انت في المدرسه يا ابني والله هو مش في المدرسه، فبيعرفوه من شكل اليونيفورم. ما يعملوا لنا كميات، ما ممكن واحد يروح يشتري يونيفورم بتاع مدرسه ثانيه. فمش فاهم حته اليونيفورم دي من وانا صغير ومش حاببها. يعني بحس ان احنا كده زي فيران تجارب ولابسين كلنا زي بعض، خصوصا لما كنا بنيجي ناخد التطعيم. ما تقلقش من حاجه، اكلم المستر اعوضك. ما بتوجعش يا رجاله، انا طلعت منها يا مستر سمعوا. حاسس عاملين زي الفراخ اللي بتتحقن، موقفيننا طوابير كده وخلاص. دخلنا المدرسه، طالعين بقى الفصل. الطلبه اللي في الفصل بتبقى الطلبه مرصوصه كده رصه، خلاص هي من التسعينات وهي على وضعها ده. بنلاقي دايما في الصفوف الاولى من الفصل الطالب الدحيح الذكي الصمام واسمه الحركي الموس. ده غالبا بتبقى مواصفاته الشكليه نظاره طبيه عريضه، مهتم بالزي المدرسي جدا، حته حته، قافل الزرار اللي قدام قامت، شعر على جنب لامع متسرح قوي، معاه ادواته كلها، مركز مع المستر جدا في كل حاجه بيقولها. انا مش عارف ده بس بيجي المدرسه ليه؟ بتيجي يعني انت محضر الدروس اللي لسه ما خدناهاش ومتابع مع المستر وبتحل كل الاسئله، انت بتيجي ليه يا باي؟ بنلاقي بقى في الصف الاخير خالص اللي عكسه تماما، ده الاسم الحركي بتاعه البلطجي، اللي احنا كل سنه بنتساءل هو عدى من السنه اللي قبلها ازاي. ده غالبا بيبقى شعاره في العلم لا في الراس ولا في الكراس. وفي الصف الاخير ده بيبقى معظمهم مسجلين خطر، وبتلاقيه دايما محاط بشله اتباع كده. يعني تحس الحته اللي ورا دي غرزه كده لوحدها. تلاقيه مثلا فاتح الزراير، مشمر الكم كنوع من انواع التمرد. يعني ده غالبا بتبقى وظيفته في الفصل حاجتين: يشتت بقيه الفصل عشان لا حد يفهم ولا يبقى في حد احسن من حد. الوظيفه الثانيه انه يختار كل يوم عيل من العيال السيس عشان يتسلى عليهم. الخط الوسطاني بقى اللي هو ما بين الولاد والبنات، اللي هو الحبيب بقى، ده اللي هو تحس يا رايح المدرسه يظبط. النوع ده من الطلبه خلي بالكوا تحسوه بيبان من الحضانه. يعني مواصفاته الشكليه بيبقى صغنن كده ومدور، يعني قلبوز واخد باله من شكله، ما يعرفش لو مامته اتاخرت. على الشمال بقى وانت داخل الفصل كده بيبقى فيه الطالب القافش، ده اسمه الحركي ابو الغضب. ده اللي هو طول اليوم محسسك ان اليوم مش يومه، صح كده مقلق، قلبه مقبوض، صح يتخانق مع دبان وشه، كل امله ان اليوم ده يعدي على خير. قدامه بقى شويه بتلاقي الطالب الاستفهامي، ده اللي بيسال اسئله وحشه ومحدش عايز يعرف اجابتها ومحدش طايقه غالبا في الفصل. النوع ده من الطلاب غالبا بيكون بنات، اللي هو انت مثلا بيبقى خلاص فاضل 5 دقايق على المروح وخلاص الدنيا امان يا لالي وهنمشي، فجاه تلاقيها رفعت ايدها: مستر حضرتك نسيت تصحح الواجب بتاع امبارح يا باي. الغضب يبدا يتضاعف لو انت مش عامل الواجب يا باي. فبتحس ان الزمن بيقف عندك كده وان انت خلاص كنت ماشي عشان بس هي رفعت ايديها وسالت السؤال الحيوان ده: مستر مش هتشوف الواجب اللي طب مستر مش هتدينا الواجب بتاع النهارده؟ فانت تبدا تسمع صوتها بالبطيء وهي بترفع ايديها: مستر مش هتدينا الواجب يا باي. انت سامعها بالتصوير البطيء وانت اصلا عايز تقوم لها بالتصوير البطيء تخبطها بالديسك تطير راسها. النوع ده من الطالبات بيخليك وحش كده وعايز تعمل جرائم قتل من وانت في تانية ابتدائي. في بقى الطالب اللي هو في مركز الليبرو، اللي هو راس الحربه، اللي هو تحسه الديسك التاني في الفصل ورا الدحيح على طول. ده غالبا بيبقى اسمه الحركه الطبال او ظابط الايقاع. ده اللي يبقى مسنتر نفسه قدام المدرس، عامل اي كونتاكت معاه، يهز راسه بالموافقه على كل حاجه المستر يقولها بدون توقف، بيوافق على كل كلامه وبيامن على كل حرف بيقوله وبيدعمه في كل قرار بياخده وهو مش فاهم ولا حاجه، بس هو بياكل عيش. في واحد بقى يعني كان بيصعب عليها قوي، زي كنا بنسميه الكلب الحيران. ده اللي هو بيجي كل يوم متاخر، يعني ما تفهمش ليه في الحصص، حتى لو في حصص مهمه في الامتحانات يجي متاخر، كل يوم يجي متاخر مهما كانت اهميه الحصه او ضروره الامتحان، كل يوم لازم يجي متاخر. دايما تلاقيه داخل يعني الفصل كده بعد ما يجي متاخر منعكش شعره، تلاقي في شاي بلبن هنا مثلا ولا حاجه، هدومه طبعا مش متظبطه، وبيخش يعني حيران يقعد يلف الفصل كله مش لاقي مكان يقعد فيه، فبيقعد يخش يعتذر طبعا الاول اول ما يخش انه اتاخر ومش عارف ايه
ممكن يطلع لك حجه كمان كل يوم. فمحدش يصدق اليونيفورم يا جدعان. اليونيفورم موحد اشكالنا بس مش موحد شخصياتنا في الفصل ودور كل واحد هنا في الفصل. فكرتونا بايام والله، يعني ياما البدل بالداري سلطه ومحدش داري.